تذكير جميع أسئلة الرياضيات ولجميع المناهج الدراسية من الأول الابتدائي إلى السادس الإعدادي. تابع الحلقة للنهاية ويلا نبدأ. أول فقرة اللي هي الجمع. طبعا إذا انطيتك سؤال جمع مثلا وكان كل 9 زائد 9 8 1 باليد، 10 زائد 9 9 1 باليد، لا هاي الطريقة راح بدون 1 باليد، فراح نقول 9 زائد 9 شقد؟ راح تقول لي 8 و1 باليد. غلط، راح نكتب راح نكتب 18 كاملة، نكتب 18. ثاني شيء النوب 9 زائد 9 أيضا 18. راح نخلي مرتبة الآحاد الناتج الثاني تحت عشرات الناتج الأول، يعني بهذا الشكل 9 زائد 9 18 أيضا. 7 زائد 8 15. طبعا نصغر هذا حتى يكفي مكان. آه 18 زائد 18 زائد 18 زائد 15. فراح نكتب هسه تجي هنا تسوي خط 8. هذه اكو شي جواها نجمعه؟ لا، تكتب 8. 1 زائد 8 9. هسه هاي خلصناها وهذا خلصناه. 1 زائد 8 9. 1 زائد 5 6. والواحد اللي بقى راح ننزله هنا، فصار عندنا 16998. أما المثال الثاني فيقول 9552 زائد 4676. فراح نقول 2 زائد 6 8. 5 زائد 7 12. إذا صادفت هذه الحالة راح تقول لي نسويها هنا، فغلط. إذا ما كان أكو هنا شيء فنقدر نكتب 0 ونقدر نخليه فارغ. راح نكتب 0، طبعا ما راح يسوي أي شيء. ف5 زائد 7 12. 5 زائد 6 11. 9 زائد 4 13. هنا خطأ. 8 تنزل، فخلصنا 8 والصفر يروح مباشرة. 2 هاي تنزل. 1 زائد 1 2. هسه خلصنا 2 وخلصنا 1 زائد 1. 1 زائد 3 4. والواحد ينزل، فيقول عندنا هنا 14228. هنا خلصنا طريقة الجمع. راح الثاني واللي هي راح تكون عن الضرب. أول شي تجي أنت راح تقول تضرب العدد الأول بالأعداد الفوق، وتضرب العدد الثاني بالأعداد الفوق، والثالث بالأعداد الفوق، وتسوي جمع وطريقة المراتب. أول شي تجي تسوي 5 في 5 25. 9 في 9 81. تخلي فراغ. هسه تقول 5 في 9. 5 في 9 45. تكتب هنا 45، مو تكتبها هنا، تكتبها فوق 45. تجي النوب 9 في 5 هنا، ايش قد راح يصير؟ ايضا 45. تكتب هنا زائد وتكتب 45. 45 زائد 45 90. تكتب هنا 90. هذا الناتج. خلاص ننتقل للمثال الثاني. نقول 406 في 406. ملاحظة، هذه الطريقة لا تستخدم فقط إذا كان
مرتبة العشرات هو العدد 0. 16. 6 في 6 36. هسه خلصنا الخطوة الأولى. هسه 4 في 6 24. تكتب هنا 24 وتكتب زائد 6 في 4 24. 24 زائد 24 48. وهذا الناتج. ننتقل دائما أغلب الطلاب يغلطون بها، فهاي طريقة تهكير القسمة. التسعة بها مرتبة بالمئات، فايش راح تسوي؟ تكتب هنا 900 لحد هنا. اوكي 900 تكتب زائد 6 بها مرتبات بها مرتبة بالعشرات، تكتب 60. تكتب 60. الثلاثة بها مرتبة بالآحاد فما لها صفارة، تكتب 3. هسه المقسوم عليه ايش قد؟ 3، فراح تسوي هنا على 3 على 3 على 3. 900 على 3 بس نصغر حتى يكون مكان للناتج. 900 على 3 أو 900 تقسيم 3. أول شي صفرين تنزلهن. 9 تقسيم 3 تكتب زائد الصفر تنزله. 6 تقسيم 3 2 زائد 3 تقسيم 3 1. 300 زائد 20 زائد 1 321. هذا الناتج. المثال يقول 642 تقسيم 2. 640 زائد 2. 600 على 2 40 على 2 2 على 2. 600 تقسيم 2 صفرين ينزلن. 6 تقسيم 2 3 زائدا 40 تقسيم 2 صفر ينزل. 4 تقسيم 2 2 زائدا 1. 2 تقسيم 2 1. هنا صار 321 أيضا. طبعا مو شرط الناتج يعني يطلع 321 بس صار تشابه بالأسئلة. مثال الثالث يقول 844 تقسيم 4. 800 على 4 زائد 40 على 4 زائد 4 على 4. صفرين ينزلن. 8 تقسيم 4 2 زائد صفر ينزل. 4 تقسيم 4 1 زائد 4 تقسيم 4 1. يصير عندنا 211. نهاية الفيديو. وإذا كملت الفيديو للأخير فأنت تكون عرفت تحل جميع معادلات الرياضيات المتكونة من الطرح والجمع والضرب والقسمة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واكتب تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.